نغم عيسى. وما أدراك ما نغم عيسى. نغم عيسى بنت من الطائفة العلوية، تشتغل في عيادة الدكتور. نزلت تجيب شاورما، المسكينة جاعت، خطف الأمن العام وظهر لها صور وهي مخطوفة، وبعد فترة قتلها وصفاها الأمن العام. طفلة بريئة، صبية بريئة من الطائفة، بس ذنبها أنه هي من الطائفة العلوية. هي رواية الكلب رامي عبد الرحمن. بتطلع الطاهرة الشريفة الوقورة نغم عيسى المتزوجة، بتطلع مصاحبة واحد من رفقات أخوها، تعمل تمثيلية، تتصور بصورة وهي إنه مربطة، وبعدين بيعملوا لها صورة وفي دم وما دم وما بعرف إيش، وإنه تم تصفيتها واستلمونا الأبواق واستلمونا الفلول واستلمنا رامي عبد الرحمن، وضجت قضية نغم عيسى وأهلها فتحوا لها عزاء. بعدين نكتشف أنه الطاهرة نغم عيسى مصيحبة واحد فوق جوزها، والبنت بدها تنبسط، حملت حالها وراحت هي وهاد عشيقة على لبنان، وبدها تنبسط البنت يعني، وبالمرة بتأذي وهي عم تشتغل. المشكلة مو هون يا جماعة، المشكلة انه عم تتواصل مع اهلها اللي فتحوا عزا، واهلها ما خبروا الامن العام انه بنتهم عايشة مع عشيقة بلبنان. اما بلسانها قالت انا تواصلت مع مرتين. لك ليش هالحقارة؟ لك ليش هالوساخة؟ يعني هلا الامن العام ايش إلهم عند وحدة مثل نغم ولا غيرها، حتى لو بتكون من صبايا العطاء؟ يعني ليش يعني هذا اللي عم تعملوه. مفكرين انتم مثلا انه رح تسقطوا الدولة بهالعمل؟ مفكرين انه يعني هذا الصراخ وهالجعجعة رح تأثر على الدولة؟ ما رح تأثر على الدولة، لأني معروفين انتم ومعروفين أصلكم ومعروف جنسكم، مصيح بالبنت وبدها تنتهك تنبسط، فما عملت غيرك. مثل هاي اللي كمان عملت حالها مخطوفة وراحت مع 2 صحابها، نيكت، ضلت تنيك لشبعت صفاء اسمها يمكن، أو ما بعرف، صفاء سليطة. راحت تنيك واتصلت بقى، خلت هدول اللي خطفوها يتصلوا بأهلها بدهم فدية، واتهموا الأمن العام. لك ليش هالوساخة؟ لك ليش هالوساخة؟